عمل فيها أخوها اللي مش ممكن أخ يعمله في أخته، فكانت السبب في إنه ينهي حياته. رانيا أرملة عندها 4 عيال، اتوفى جوزها وساب لها ولاد صغيرين، عانت جدا في تربيتهم لحد ما وصلتهم للثانوي، بنتين وولدين. كانت أمها عايشة معاها، لكن أمها توفت من كذا سنة وسابتها، والسبب أخوها. كان مخلي حياتهم جحيم. أخوها اتحبس في واحدة من قضايا الممنوعات وخرج بعدها بكذا سنة. وقتها قررت أمها إنها تروح تقعد معاه شوية، رغم إنها كانت غضبانة منه على اللي عمله في نفسه، لكن في الأول والآخر كان ابنها، وكانت عاوزة تشوفه وتطمن عليه، خصوصا إنه كان بقاله سنين محبوس. ولما راحت أمها وسابتها، رجع قلبها وجعها من عنده، وجالها جلطة، وما تحملتش إنها تشوف ابنها خارج من السجن، فماتت. وللأسف أخو رانيا دخل السجن تاني برضه بسبب مشاكله مع الممنوعات. وبعد ما كانت أمها سندها وبتساعدها في تربية الولاد، وبتسيبهم رانيا ليه عشان تقدر تشتغل شغلانتين وتصرف عليها وعلى أمها وعلى ولادها، احتاست رانيا في الحياة وفقدت سندها، ولقت نفسها بقت لوحدها، لا أخ ولا أم ولا زوج ولا سند. لحد ما أخوها كتب لها جواب من السجن وقال لها إن هو محتاج يشوفها، لأن حتى أمه لما ماتت هو ما شافهاش. وفعلا رانيا استلفت فلوس كتير جدا واتصرفت عشان تروح له زيارة. وهي رايحة اتصل واحد صاحبه برانيا وقال لها إنه جايب له شوية حاجات عشان يبيعها في السجن ويسترزق منها. فنزل ابن رانيا اللي كان معاها وقابل صاحب خاله وأخد منه الحاجة، لكن وهما داخلين وطبقا للإجراءات القانونية تم تفتيشهم، وكان ابن رانيا هو اللي ماسك الحاجات. واكتشفوا ان في الحاجات دي اللي اداها لهم صاحبه، واللي كانت عبارة عن آيات قرآنية زي ما رانيا شافتها لما خدتها من ابنها وتأكدت ان هي ما فيهاش حاجة، اكتشفوا ان ورا الآيات القرآنية دي في مواد ممنوعة. طبعا كان هيتقبض على ابنها، لولا ان رانيا قالت لهم ان هي اللي كانت ماسكة الحاجات دي من كتر خوفها على ابنها الصغير اللي كان لسه في ثانوي. وتم القبض طبعا على رانيا عشان التحقيق معاها بخصوص الحاجات دي كإجراءات قانونية. وعانت رانيا من الحبس 4 أيام، وبعد كده 15 يوم، وبعد كده 15 يوم تانيين. وكل ده ورانيا كانت بتدعي على أخوها لأنه السبب في اللي حصل لها، وكان قلبها وجعها جدا على أولادها البنات والولاد اللي لوحدهم وملهمش أي حد، ومش عارفة عايشين إزاي ولا بياكلوا إزاي. لحد ما حكت رانيا لوكيل النيابة والقاضي على اللي حصل لها كله، وإنها ملهاش أي ذنب. فالقاضي تعاطف معاها وقال لها خلاص هتخرجي بكفالة، وإنك لازم تقومي محامي وتثبتي الكلام ده. اتعاطف معاها القاضي وما أخدهاش بذنب أخوها، وخرجها بكفالة عشان تقدر تثبت براءتها. وفعلا جمع ولادها فلوس الكفالة وخرجت رانيا، لكن خرجت وهي متدمرة نفسيا. حست إن أخوها السبب في كل الأحداث اللي حصلت في حياتها، خصوصا إنها لما طلعت لقت إن بناتها اتبهدلوا قوي واستلفوا من الناس وباعوا حاجات في البيت عشان يقدروا ياكلوا ويعيشوا، لأنهم طبعا كانوا صغيرين وما كانوش يعرفوا أي حد وعاوزين يتصرفوا عشان أمهم ما تفضلش في السجن. حست رانيا بالظلم والقهر ودعت على أخوها إن ربنا ينتقم منه، وكانت بتدعي في كل صلاة، وكانت دايما حاسة بالظلم وإن اتغدر بيها وإنها ما تستحقش كل اللي حصل لها ده. وفعلا أخوها خرج بعد الواقعة دي ب3 سنين، وكل الناس فضلت تلومه من قرايبها وأهلها ويقولوا له إيه اللي أنت عملته ده في رانيا؟ رانيا ما كانتش تستحق منك كل ده، ليه تورطها في حاجة زي دي؟ ليه تخليها تبات أيام في الحبس وتسيب ولادها الصغيرين الأيتام؟ ورفضت رانيا إن هي تشوفه أو تقابله، وقالت إن هي اتبرت منه وكفاية جدا إن هو أذاها الفترة اللي فاتت دي. حاولت رانيا تدور على شغل، لكن ما كانتش بتتوفق في أي شغلانة بتلاقيها، وخصوصا إنهم لما بيطلبوا منها أوراق رسمية بتخاف إنه يتذكر فيها الواقعة اللي حصلت معاها، وده أثر عليها إنها بقت تتنقل من شغل لشغل وخايفة تطلع أي ورق رسمي ومرعوبة طول الوقت. فكانت كل ما تصلي ترجع تدعي على أخوها تاني، لحد ما في يوم جالها تليفون إن أخوها أنهى حياته بنفسه. كانت صدمة كبيرة على رانيا، لكن لما راحت عشان تتعرف عليه بعد ما الاسم اتصل بيها وحكى لها إن هو أنهى حياته بنفسه، رانيا انهارت وقالت لأخوها إن هي مسامحاه، وفضلت عايشة بإحساس الذنب إن سبب دعاها على أخوها هو اللي خلاه ينهي حياته، وسبب عدم مسامحتها للموقف اللي حصل معاها من سنين. وخصوصا إن القريبين منه قالوا لها إنه ما كانش متحمل الذنب، وكل اللي يشوفه كان بيلومه على اللي حصل، فالموضوع كان صعب عليه قوي. لكن الغريبة إن رانيا لحد اللحظة دي وبرغم إن أخوها أنهى حياته مش قادرة إنها تسامحه، ولا قادرة إنها تغفر له عن إنه استغلها هي وابنها وما هموش مستقبلهم، وخصوصا إن هو مجرب قد إيه الطريق ده طريق وحش، وقد إيه السجن شيء مؤلم جدا، رغم إن ولادها قالوا لها خلاص إن هي المفروض تنسى وتسامح، وإن كفاية الحياة اللي عاشها أخوها كانت حياة صعبة سواء جوه السجن أو بره السجن.
لكن مش كل الناس للأسف عندها القدرة على التسامح، وأوقات الأذى بيأثر على الأشخاص ويخليهم يتدمروا نفسيا.